هي، ولا انا اللي قضيت على الدوله الفاطميه. السنه والشيعه لهم 1400 سنه بيقتلوا في بعض. عرفت كيف؟ مو انا اللي بوقع اوكي اوكي بيناتكم. اوكي، هم ساجيب يا استاذ عبد السميع ساجيب يا بعد شبلي، سا... لحظه. لا اهدأ آه. شويه. اهدأ. مو انا محمد صالح مالي دخل بهذا الكلام. انا آه. بقول لك بما انك انت بتحب المسلمين الشيعة، وأنا أقول رائع جدا، بعطيك لايك كل أيام الأسبوع. آه. أنا بقول إخوانك الشيعة رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها خلاص أنها ساجيب كانت زانية وعاهرة ساجيب رضي الله عنها ساجيب وأرضاها. ساجيب ساجيب نعم. الزمن كتير، ومش بعمرنا يقاس الزمن. طيب، بس آجلا عشان ما ندخل في موضوع آجلا أو الزمن أستاذ عاجلا، عبد السميع آجلا أو خليني عاجلا أسألك. سيعودون معلش. إلى رشدهم. لا بأس لا بأس. أستاذ عبد م. السميع، هل أنت من أيوة، قبل استمعت لكلامي؟ سمعك. أوكي، أيوة، هم رائع جدا. مخطئون. هل أوكي، هم هل هل مخطئون. عندك هل عندك أستاذ عبد السميع حبيبي، هل عندك نقطة معينة بتشوف فيها أنه محمد صالح قال هذا الكلام أنا أخالفه فيه، هذا الكلام مش صحيح اللي بيقوله؟ تسمح لي. لا أنت قل لي، على هل في مدى عندك نقطة أنت هكذا على أو لا؟ مدى 24 ساعة بتكرر نفس الكلام، لأن المستمعين صح. بيتغيروا فهم يفتكروا ما هو كلامك هذا جديد. أسلوب قرآني. تعرف القرآن شو بيقول؟ يقول فذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. تمام تمام تمام. لذلك أنا فذكر لو كان عندي 26 ساعة في اليوم كنت أكرر 26 ساعة. فذكر بالخير يعني مثلا ونشر المؤمن فذكر حبيبي عبد بالخير السميع ونشر باشا الحب. مولانا، لحظة لحظة. ها. المؤمن شو بيعمل لما بيصلي؟ بيكرر نفسه. شو لما بيعمل لما تمام بيصوم؟ كمان جدا بيكرر جدا. نفسه. شو لما أقول لك. شو بيعمل لما بيعمل أي عبادة؟ يعني الآن مثلا أنا كل يوم لما بعد الصلوات أجي وأقول ها. سبحان الله سبحان الله سبحان سبحان الله الله والحمد 33 لله مرة. ولا إله إلا ثم الله بعد والله ذلك أكبر. أقول الحمد لله الحمد لله تمام 33 تمام مرة. ثم الله تمام أكبر الله أكبر. ثم في المئة شو أقول؟ جدا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك نعم، وله الحمد. حقا وصدقا. هذا الكلام شو بعمل؟ أنا كل يوم بكرر هذا الكلام تمام. يا أستاذ عبد السميع. لذلك التكرار حسب العقيدة الإسلامية، حسب القرآن، حسب السنة مش غلط. لذلك ما تستطيع أن تعيرني بالإكراه، العجوز. ولكن خليني عشان ما أجيب أدخل في أجيب. عبد السميع. عبد السميع حاول تسمع. يا أنا محمد يا أسأل محمد، سؤال. خلي الحوار لحظة متحضر. لحظة لحظة محمد. لحظة. ما إذا بدك تتبلطج علي في بثي ما أسمح لك. عرفت كيف؟ اسمع الكلام، خليني أقول لك تمام، كلمتين. قول كل أنا اللي بقول عندك. مجموعة نقاط، أتكلم في مجموعة نقاط تتعلق بالإنسان الآخر. ما يهمني أنت شو بتعمل مع نفسك في عبادتك، في صومعتك، تحت السرير، في الحمام، في المطبخ، في الصالون، في تطاول، هذا تطاول يا غبي، تطاول. اسمعني. أنا ما بيهمني شو بتعمل. أنا يعني يهمني تحت الموضوع السرير، يعني ايه عجوز تحت السرير في الحمام؟ يعني ايه؟ انا ما بيهمني انت شو بتعمل، سواء انت اللي بتعمله تحت السرير او فوق السرير، ما بيهمني هذا الكلام. اللي بيهمني الامور اللي انا اتكلم فيها، اللي له علاقه بالاخر. هذا الموضوع انا بتكلم فيه بشكل يومي، وبحط فيها فيديوهات على اليوتيوب، لانه بشوف هذه امور غير اخلاقيه غير انسانيه، وبستدل على هذا الكلام بنصوص من الكتاب ومن السنه. هل حضرتك عندك نقطه معينه لمثل هذه الأمور اللي أنا بتكلم فيها يا أستاذ عبد السميع؟ أنا مثلا بقول أن القرآن بيسب وبيتعنصر وبيتنمر، سواء على المعاقين أو على غير المسلمين أو على المرأة أو على حتى الحيوانات على فكرة، أو على السود، الناس الذي بشرتهم سود. عرفت كيف؟ هل أنت عندك مثلا يعني معارضة لهذه الجزئية، أو موضوع ضرب النساء، أو موضوع نكاح الأطفال، أو موضوع القتل، أو موضوع أو واحد من الأمور اللي أنا بتكلم فيها يمكن إمكانياتك أنت ما بتسمح لهذا، موضوع سند القرآن إلى آخره؟ هل عندك يا أستاذ عبد السميع ما تعارضني في هذه النقطة؟ إذا كان نعم قل لي نعم، أنا هذه النقطة اللي بتقولها أريد أناقشك في هذه الجزئية. اتفضل للمرة الأخيرة أستاذ عبد السميع، عشان يعني ما تأخذنا بالصوت، الله يرضى عليك. انت قطعت الصوت عنه ولا ايه بس؟ أيوة الآن فتحت لك الصوت. انا اجيب. للمرة الأخيرة سمعت كلامي أستاذ عبد السميع؟ ايوه سمعت. بس أيوة، مفيش أعطيني صوت. النقطة اللي أنت بدك تناقشني فيها من كلامي. انت سامعني؟ هل تسمعني؟ انت اثرت الكثير من القضايا
اعطيني انت نقطه واحده قلت نناقشها ونتحول لغيرها بعدها. تمام. بس ممكن تسمح لي اقول لا، لك ما هو في نفس انا النقطة، جاي ما من في نفس خطبه النقطة الجمعه الان، ما اقدر اسمع حدا. يا بتعالج عم. كل يوم، بروح بستمع للخطبه 40 دقيقه، في بعدها خطبة بتعالج ساعتين اقول لحضرتك عشان استطيع امشي الاسبوع والعطله. فما عندي استعداد اني استمع، يعني عندي استعداد فقط اني تمام اتحاور تمام. بالنقاط اللي انا اتكلم فيها. في خطبة الجمعة الماضية في مصر 100 مليون صلوا على طيب، النبي. شكرا لك هقول لك حبيبي عبد هقول السميع. هقول لك انا شوف، انا المرأة اعطيك فرصه لاخر مره، اعطيني النقطه اللي بدك تناقشني فيها، لانه في ناس بدها تتكلم. ما مش معقول اني اخليك بهذه الطريقه اناقشك، وانت لحد اختار انت الان اي ما نقطة حددت اكلمك النقطه. فيها. انت قلت كذا حاجة، قول لي حاجة اناقشك فيها، واحدة بس، نقطة واحدة، بوينت. شكرا لك حبيبي عبد السميع، كل المحبات. مغترب هاي. طيب، الاخ مغترب الظاهر انه عنده مشكله في الاتصال. طيب، ناخذ ابو تيم. تفضل يا رفيق. كيفك يا رفيق؟ كيفك يا رفيق؟ تسمعني؟ انا بخير، تسلم، احسن منك بكثير. انت شلونك؟ شو عرفك انك انت احسن مني بكثير؟ اي شخص يكون افضل من متابعي اسمع صدام. مشان نتفق على شغله من اول الحديث، مشان انت جاوبني ابو تيم، هل ليك حضرتك اسمع، مشان مسلم؟ راح اجاوبك. ليش انت ما تحط جاوبني حدا بس يحكي؟ معليش، لازم هل حضرتك مسلم؟ ليش تحطنا؟ ليش تصعدنا على الجيست اذا بس الكلام لإلك؟ بس معليش، هل حضرتك مسلم يا ابو تيم؟ شيل الكتم عن نفسك بس وجاوبني، الله يرضى عليك. طبعا مسلم، اشهد ان لا اله سني الا الله وشيعي. واشهد ان محمدا رسول الله. الله يبارك في ايمانك يا رب. سني شيعي هذا مذاهب، اني اي نعم، بس اعبد انت اي الله. واحد منهم؟ انا اعبد الله وعندي محمد واحد. يعني انت ابن عبد تتقبل المطلب. بالاثنين، صح؟ تتقبل الاثنين. شلون يعني؟ مين هم الاثنين؟ الاثنين اللي بيقول انه هذه ام المؤمنين، والثاني بيقول لك لا، ام المؤمنين كانت زانيه. لا، ما بتقبل واحد يحكي على ام المؤمنين. ايوه، انا ما هذا الشيء، يعني انت سني لو ما مو شيعي. معناته انا سني اذا انا لا، ما لا، بتقبل ما هذا الكلام. ما ليه؟ اسمع حضرتك سني لو اذا شيعي. هلا اذا انا ما بقبل واحد يا يهينك ابو تيم، مو ابو تيم، معناته انا ابو بصفق. تيم، ابو تيم، ابو يا تيم. يا ما اسمك؟ معليش، اعطيني شو فرصه. الاسم الكريم؟ شو من الاسم ارجوك الكريم؟ ارجوك الاسم الكريم، الاسم الكريم. انا ايه اسمي موجود هناك، محمد صالح. صالح. ابو تيم، حضرتك اذا لا سني ولا شيعي عادي عندي، انا ما عندي مشكله. قول انا لست لا سني، انا فمو انت انا لست تحدد سنيا انا من ولا انه شيعيا، جهه عادي. على حسب شو منتمي وشو افكاري، تحدد انا لمين وتابع لمين. اوكي، انا بسالك، حضرتك سني لو شيعي؟ ما بهمك هذا الموضوع عن سني والشيعي. لا، انت ما بيهمني. بهمك، طالع انت عندي بتقول انا ما تحاورني، ما طالع بهمني. انت لعند- هلا بتقول انت عم انت تناقض مو نفسك. جالس في قهوه، في القهوه ما حدا انت بيهمه. اللي عم تعتبر نفسك جالس بقهوه وتقول انا ما بهمني انت شيعي او سني، وترجع بتقول لي انت سني او شيعي. لا، انت لما بتتحاور معي بيهمني هذا الكلام. ما هي اذا عم بدك انه لا انت بتقول وانا عم اتحاور معك هسه بتقول لي انت مع انا فاطمه آخر مرة ام أسألك، المؤمنين إذا ولا اللي رحت بنفس يعتبروها الطريقة- زانيين، فانت جاي إذا تحدد تضل اني بنفس مع الطريقة انه صعد صف وانه غيرك، الجهه. يعني عادي. شو بس مذهبي؟ قل لي آخر مرة، والله حضرتك سني لو شيعي أو ولا واحد منهما أو اثنيناتهم؟ اني مسلم، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله فقط. يعني عجبك تحاورني على هذا الشيء اهلا وسهلا، لا، ما عجبك أقدر أتحاور نزلني من على حدا الجيست. إنه ما عنده هوية. شكرا لك حبيبي، أهلا وسهلا، محباتي. طيب، مولانا أبو ياسين، تفضل. كيفك يا اخي؟ شو اخبارك؟ أنا بخير، تسلم. أنت شلونك؟ انسان محترم ومتكلم بتعجبني، بس انا بدي منك شغله في مجال. لا، 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 لا تطلب مني شيء، بس قل لي أنت طالع تتحاور ولا شو بدك تعمل حبيبي؟ احنا بدنا نتحاور اخوي، بس احنا ليش ما طيب، بنكون هل حضرتك تتحاور بما أنا أقوله ولا عندك موضوع ثاني؟ اخوي بس كلمتين اذا في مجال بعد اذنك. يا أبو ياسين، في مجال أبو في ياسين، مجال أبو يا اخي. ياسين، لا، لا، ما في مجال.
ابو ياسين، انا بتكلم في مواضيع معينه، عندك اي معارضه او نقاش للمواضيع اللي انا بطرحها؟ انا بس عندي معارضه، انه انت انسان مثلا بتكون شو خلفيتك انت؟ انا مسلم سني؟ مسلم. سني؟ لا لا، انا مش سني. شو هذا السنه؟ انا بقول بهذا الهبل اللي موجود في كتب السنه. كيف يعني انت كيف اعتبرته هبل؟ ما في كتب وقران نازل ولا كيف يعني؟ لا لا، شو قران؟ هذا قران من اوله لاخره هبل. شو هذا؟ طب انت يعني باي حق انت قلت انه هذا القران؟ على اي اساس؟ شو هو المستند؟ انا اقول لك الان، انت لو واحد اجى لعندك وقال لك الر الم كحيعص بدد، شو راح تقول كلامه؟ شو راح تعتبره؟ يا اخي هذا الشيء منزل، رب العالمين منزل انت القران. الان قل لي شو معنى الر؟ يعني بدي اسالك، يعني مليار مسلم معليش غلط ابو ولا صح؟ ياسين، ابو ياسين ورده، ايه هل ايه الر له معنى؟ لا. يعني ولكن بس انا مشكلتي مش مع الالر، انا مشكلتي لا مع امور ثانيه. قل لي شو هي. خليك معي، انت هسه معليش مليار ابو مسلم غلط ياسين، ابو وانت صح. ياسين، ايه معك ورده تفضل حبيبي تفضل قلبي. تفضل. نعم. المشكلتي انا مع القران شو هي برايك؟ بس دقيقه شوي، انا بدي اقول لك شغله واحده. هلا مو دقيقة. أنا ما أحب، وأنا قلت لك أنا جاي مصدع من خطبة الجمعة، والله بنتعالج نفسيا، مسكنات ومهدئات ويعني ضبط الكآبة وأمور وأدوية وعالم. أنت لا تعرف ليش انت بحالك؟ روق أنت انت عارف انت يا أبو ياسين خطبة الجمعة قديش بيأثر على نفسية الناس. لذلك أنت بتشوف المجتمعات الإسلامية كلها متشنجة، كلها بده بعض. ليش؟ هذه كله بسبب خطبة الجمعة. لذلك أنا ما عندي استعداد أستمع خطبة ثانية، ما عندي هذا الاستعداد. اوكي بس أنا كلمه واحده. سؤال بسيط جدا يا بعد شبدي. ايه أنت استمعت لكلامي من قبل صح؟ نعم حلو. لما استمعت لكلامي يا أستاذنا أبو ياسين، أنت نعم. أكيد عجبك أمور وما عجبك أمور، صح؟ نعم. طيب أنت لما الأمور اللي ما عجبتك شو هي؟ يعني انت عم بتشكك في القران يا اخي، انت عم بتشكك يعني جداً. مثال مسلم أنت غلط. بتشوفني أنا بشكك في القرآن صح؟ ايه نعم ايه. هل تتذكر كلامي شو كان عن القرآن؟ عم تتكلم هلا، انت عم تتكلم هلا، انت عم تحكي، عم بتقول تتذكر لما أنا بشكك. أنا الآن ما بتكلم عن المحتوى، عن موضوع النسبة. هل تتذكر كلامي شو كنت أقول؟ هلا انا يا اخي انا مو عالم، انا ما فيني ارد عليك. اول شيء قلت لك انا ولا يهمك، يعني قل لي بسط لي الامور عشان غلط. افهمها. لحظه يعني قل بسط لي الامور عشان افهمها وانا ابسط لك اياها. طيب بس دقيقه شوي، يعني مليار مسلم غلط هلا وانت الصح الآن عندك؟ قل لي هل مليارين مسيحي غلط ولا صح؟ يا اخي كل واحد إن الله ثالث ثلاثة. كل انسان نزلوا رسل على لحظه لا بحسب القرآن هل مليارين مسلم مليارين مسيحي صح ولا غلط؟ ما بنقدر نشكك فيهم. لا نقدر. تعرف ليش؟ لأن القرآن شكك فيهم. لا يا اخي ليش شكك فيهم؟ ما شكك. تتبع القرآن بيقول شو بيقول؟ قد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. أنت عمليا كل يوم تستعيذ بالله من انك تكون مثل المسيحيين. كل يوم انت بتصلي صح؟ الحمد لله يا اخي، ما كل واحد تعرف انت لما بتصلي يا ابو ياسين، تعرف نعم. انت لما بتصلي، لما انت كل يوم بتقول يعني اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تعرف مين هم الضالين؟ الضالين العلم عند الله. مين؟ ما بنعرف مين الضالين عاد. لا بنعرف يا اخي يا ابو محمد، عندنا تفسير. انت متكلم، انت لو بتفوت في الدين يا حبيبي انا كلمك شوي يا اخي. ابو ياسين، وانا انت قلت انت مو رجل دين فما بتناقش في الدين ارجوك. يعني لا ما بناقش، بدي منك شغله. انت متكلم حبيبي ابو ياسين ورده. القرآن العلماء شو قالوا في تفسير الآية التي تقول قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والفواحش والبغي بغير الحق نعم. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الإمام ابن القيم شو بيقول في هذه الآية؟ بيقول أن جنس القول على الله بغير علم أكبر من جنس جميع المحرمات. فالقول على الله بغير علم هو يعتبر أكبر من الشرك. لذلك لا يجوز أنك أنت الآن تقول أنا رجل ما عندي علم. أنا ماني ما رجل علم. أنا ماني رجل علم حبيبي. بس ممكن تهدى شوية؟ تفضل هذه
اسمع تفضل الكلام عشان تفهم يا حبيبي. تفضل عشان تفضل. انت ما عندك علم، انا بساعدك، بحاول ابين لك انت بدك انه تساعدني بس انت بتغلط انا مليار مسلم. بساعدك لانك ما مش فاهم الدين. الان لما بقول لك الضالين، انا ليش اقول لك هذا الكلام؟ علماء المسلمين مفسري الاسلام قالوا ان الضالين هذول المسيحيين. انا ما بعتبر المسيحيين ضالين صراحه، انا بعتبر هذول العلماء اللي قالوا هذا الكلام هم الضالين. ولا انت ايش رايك؟ انت ما فيك لا انا ولا انت، رب العالمين اللي بيعلم بهذا الشيء. احنا ما في لا انت ولا انا ولا يعني اي عالم. عندنا القران ما بنعرف معناه، صح؟ لا لا يا اخي يا حبيبي الله يرضى عليك، لو سمحت انت بتفوت الامور ببعضها. انت مليار مسلم بدك تغلطهم، يعني بدك تغلط بس كل انت العلماء. غلطت 2 مليار عادي. كيف يعني؟ وقلنا لك لا ما غلط، لا انت ولا اني ولا اني ولا انت ولا يعني انسان انت المسيحيين على الحق ولا غلطانين برايك؟ كل انسان على دينه هو بيعرف. احنا ما احنا انت جاوبني. انت عندك انت كرجل مسلم، انت كرجل بتؤمن بالقرآن، المسيحيين على الحق ولا على الغلط؟ ما بقدر افتي انا مو عالم. عفارم عليك، عفارم عليك. هذا كلام جيد. ما فينا افتي بشيء. انت محترم، انت فوت بالدين صدقني انت بتصير متكلم. شو رايك اسالك سؤال ثاني؟ هل مليار هندوسي اللي بيعبدون بقرة على الحق ولا على الباطل برايك؟ انت ولا اني بنعلم يا اخي. عند رب العالمين هاي انت صح. متكلم يعني فوت بالدين. انت مليارين بفوت بالدين، بحاول اطلع منه مش قادر. لا تطلع منه لأن القرآن هو الدين. السيف يا اخي القرآن اشوف السياف، اطلع من اوصل لدربونه ثانيه اشوف سياف. طب يا ابن الحلال فوت بالليل تعرف ان رب العالمين له قدره عظيمه والقرآن. فوت بالليل هيك وكب على حالك بالعتمه مي وشوف رب العالمين شو قدرته. ما هو رب العالمين له قدره عظيمه. انت خليك معي. كبيت على نفسي مي صراحه، ولا طلع لي لا قدره ولا من يحزنه. ما بعرف. هلا شوف انت يعني جرب كل يوم انا تعتقد انه يا رجال انا يعني تعرف رجال متزوج، احنا بناخذ رب العالمين بنتشاور كل يوم، يعني انت عارف هذا العمر مين اللي كاتب لك اياه؟ رب العالمين يا حبيبي يا ابو ياسين احنا كل يوم بنكب على انفسنا مي قبل وبعد، يعني انت عارف، لانه احنا اول بعد عشان السنه، لانه الصلوات عشان وقبل قبل 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 الجماع، لانه هو الاساس انك انت تروح تاخذ شاور قبل الجماع مو بعد الجماع، لانه هذا هبل. شو بعد الجماع؟ بعد الجماع نعم ضروري، ولكن الضروري الاكثر هو قبل الجماع. ليش؟ لانه عشان انت لما بتروح لعند الوليه يعني تكون محترم، يكون ريحتك حلوه، مش قرفان من اهلك. كلمتين غير اشهد ان لا الله واشهد ان محمد رسول الله. بس هاي قناعتي بالدنيا كلها. رائع جدا، وانا احييك على قناعتك. استمر مثل ما انت فيه، ولا تعتدي على حدا. شغل الاغاني وارقص، ولما تحب روح اقرا قران، صلي، ولا ما لك الدخل بحدا. تمام؟ توكل الله سيدي. ان شاء الله انه تغير فكرتك وتدخل بالاسلام هيك وانا مسلم كيف ادخل بالاسلام؟ طب ما بتشكك من الاسلام. عم بتشكك انت عم بتشكك بالاسلام. جدا كل العالم بتشكك. لا ما في عادي. مليارين مسلم يا رجال، مليارين يعني مسلم. يعني انت الان يا ابو ياسين، انت خايف تغلط لحظه وخايف تضلل المسيحيين اللي بيعبدوا يسوع المسيح الاله والرب والابن ما فيك تضلل حدا. لحظه وجاي تغلط محمد صالح اللي جاي يقول لك انا مسلم. شنو هذا يا اخي؟ شو بدي محمد صالح ومحمد فتحي؟ انا بدي في كتب نزلت، توراة وزبور وانجيل، نزل كل كتبنا، كل انسان تبع كتابه. شو بدي فتحي وفتحيه؟ يعني احنا طلعنا هذا البرنامج التيك توك مشان نقعد نفتي فيه يا شيخ محمد؟ يا زلمه غير هالسوالف هاي يا زلمه، يا زلمه لاقي لك سوالف ثانيه. شو بدك بالسوالف هاي؟ شو بتحبني اسولف لك؟ قول لي انت شو ما كان. شو بدك بشغله الدين له ناسه وله ناسه وله ناسه. بس انت مو من ناسه. انا بتكلم في اني دارسه، انا من ناسه. والله ما انت من الناس يا اخي. هيك انت شايف هذه اللحيه؟ شايف هاي اللحيه؟ والله يا ابو ياسين وداعت عيونك، هاي اللحيه شابت في الدراسات الاسلاميه. طيب بس خليك على هيك، على دينك، لا تشكك بالدين. هيك تمام، لا تشكك بدينك. مو انا هاي اللحيه بعد ما شاف في الدراسات الاسلاميه تبين لي انه هذا الكلام كله كذب. لا ما في كذب حبيبي، ما في كذب. يوم القيامه وفي الحساب ويوم عذاب وعذاب القبر، كله هذا ناطرك. ما في عذاب قبر. مين قال لك هذا كله اكاذيب؟
بكره بتشوف العصي، بس تنزل على تحت تشوف العصي شلون بتيجي عليك. والله اذا ما لو حدا طلع لي بالقبر تبعي اطلعه برا على طول، ما في حدا له دخل، هذا قبري، ايش دخلهم به؟ شو خبرك ما اللي بده انت يدخل قبري اطلعه برا. يا محمد صالح والله اسمعني، العظيم. بكره اذا مرضت، بكره اذا مرض قول يا الله. اسمعني، بكره اذا مرضت ابدا ما بقول يا الله، لانه كل ما سكري. بقول يا الله ما بيستجيب. لو الله بيستجيب لحدا كان استجاب للفلسطينيين يحرروا لهم لا الاقصى، اله الا الله. ولا انت بيعمل اي شيء المسكين. اخي يتخبط حاله يا زلمه، ايش دخل الله أخي. بهاي الليله؟ كلمه واحده، اني نصيحه، انت بعتبرك مثل اخوي الكبير، بلالك المواضيع هاي، مثل ابويا الكبير. بلالك المواضيع هاي، وخليك بالامور العاديه بدون ما تدخل وانا بالدين. انا هذا دراستي، هذا هو اللي اكثر حاجه انا اجيدها في الحياه. انت تعرف، انتوا لو كلكم صرتوا مثلا ملاحده، انا هذا البث راح اسكر وما عندي كلام اقوله بعد هذا. حبيب قلبي الله يرضى عليك، انا مشانك كرمال هاللحيه الغانمه، بلالك السوالف هاي، واشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، وكل واحد على دينه الله يعينه، والدين بالاسلام المعامله، الدين المعامله. شو معناته هاي الكلمه كله على دينه الله يعينه؟ يعني كل انسان ربه بيحاسبه. يعني نزل كتب. مثلا الان لما انا اشوف شيعي على دينه يا بيقتل اخي شو سني. تطوير يصطفل هو ودينه يصطفل. لحظه إيه؟ ابو ياسين انت ماخذ الدنيا بالصراحه على فكره. تفضل. لا أنا انا لما اشوف السني اللي على دينه اللي الله بيعينه بيقتل الشيعي اللي على دينه اللي الله بيعينه، فيجي الشيعي اللي على دينه اللي الله بيعينه بيقتل هذا السني اللي على دينه اللي الله بيعينه. لحظه بتكلم ابو ياسين اصبر. لا تفضل. هذول الاثنين اللي على دينهم اللي الله بيعينهم بيقتلوا بعد من 1400 سنه. يا بابا هاي سياسه دخلت بالدين. اسمعني، خرج السياسه بالدين. لا سياسه كله شيعي وسني ما عرفناها. انا من سوريا، انا من 2011 ما اعرف انه في شيعي. انا بتعرف انه ما بعرف في شيعي غير ب 2011. هل تعلم؟ انا مو دارس يا حبيبي يا بعد شردي. ايه يا حبيبي انت تعتقد هذول 1400 سنه كله سياسه؟ كله سياسه من اول. خلاص هذا معناته ان الاسلام والسياسه لا يجتمعان، صح؟ لا ما بيجتمع، السياسه لحال والدين لحال. صح، وانا كمان اعطيك لايك على هذا ابو ياسين. حبيبي شكرا لك. انا بتمنى نفسك للانتخابات السوريه، اجي انا لسوريا اخذ الجنسيه السوريه واكون اول واحد ينتخبك، اوكي؟ انا ما بدي انتخب ولا بدي شيء يا عمي، بدي اسلك بلا عنب، قول لا اله الا الله محمد رسول الله، وما ما بدك هاش السوالف كل يا عمي. شو بدك بالسوالف؟ كيف اشهد بشغله كذب؟ يعني كيف اقول شغله كذب؟ تصير مثل سفوق الشيخ. انا ما بعرف الله عشان اعرف انه هو الاله الوحيد. يعني تصير مثل سفوق الشيخ عشان اعرف انه هو رسول الله. كيف كيف اكذب على نفسي بهذه الطريقه؟ هذا غلط. يعني ما الناس لا تطلب من الناس يكونوا شاهد ما شافش حاجه. يعني ما بيكون غلط. ما بكفيني واحد سفوق الشيخ طلعت انت، ما بكفيني سفوق الشيخ يا زلمه، ما بكفيني واحد خلاص. يعني شكله يا اخي برنامج الشيخ رجل ملحد انا مالي دخل به. رجل ملحد رجل ملحد. انا لو مكانك يعني لا انا محمد صالح رجل مسلم خلاص. ضلك لا تفوت في النقاشات ثانيه. صراحين روح اسرح بالغنمات. ايه المهم شو اعمل بالغنم؟ شو بتقول؟ هو بقول عني صراحين روح اسرح بالغنمات، بقول له شكرا. هاي في ناس نزوها. لا شو يعني الواحد يسرح بالغنمات؟ مفخرة البشريه حبيبي انت. نعم بس لا، عندنا سبحان الله البشريه هون. سبحان الله رب العالمين خلق ليش الدين المعامله؟ لانه انت اخلاق. ساكن ابو ياسين بعد شبدي؟ انا بدول اوروبا. وين؟ بالمانيا. اهلا وسهلا بك حبيبي، تفضل. حياك الله حبيبي عراسي. اشكرك. ان شاء الله مرتاح اخوي. بنصحك نصيحه لوجه الله تعالى، قول لا اله الا الله محمد رسول الله. قل لي بالله عليك يا ابو ياسين، بالله عليك، انت الان مرتاح في المانيا ولا كنت قبل لما طلعت من سوريا كنت مرتاح في سوريا؟ شوف انت تعطي صوره لبلدك وين ما كنت تكون، اخلاقك يعني وتعاملك مع البشر. ماليش دخل بالبلد. انا بسالك سؤال، هل انت مرتاح في المانيا ولا كنت مرتاح في سوريا؟ اكيد مرتاح انا في المانيا، اكيد مرتاح وعلى ديني وعلى اسلامي، وما في شيء غيرنا. لا مرتاح. وحتى بسوريا كنا يعني هم بيعطوك حريه الاعتقاد صح؟ اكيد بيعطوك تغير دينك، بس ما انت عندك عقيده لازم ما تغير. انت مسلم بتضلك مسلم، ما بتكون تشككني بالقران مش تشككني في فتحيه وما بعرف مين شو بدنا نحن فيهم. خلص انت مسلم سني الحمد لله. بس اعرف فتحي مين هاي فتحيه؟ شو بعرفني؟ المهم بما معناه يعني خليك يا اخي انت مسلم سني. طيب انت سني ياسين حبيبي، طب انت سني بس نصيحتك
انت سني، انت ونكون سني على تواصل، ومره ثانيه اطلع مره ثانيه بركز ان الامور تكون اهدى عندك شويه. انت تمام. سني، انا هادي، انت سني. انا صالحي، مسلم على الطريقه الصالحيه. شو صالحي؟ ما فهمت عليك، شو سني ما يعني؟ بتعرف؟ مو انت ما لو بعرف كنت تستمع لكلامي كنت راح تعرف شو هي الطريقه الصالحه. يا اخي، اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، سني بس، انتهى، ما فيش بالدنيا سني مو انت وبس. قبل شويه لا كنت لا سني ولا شيعي، لا انصر السني. لا انا سني لك، شو انا سني يا اخي. طيب انا بقول انه انا لا على الطريقه السنيه ولا الشيعيه، انا على الطريقه الصالحيه، لانه لا فيها لا قتل ولا ضرب ولا اغتصاب ولا اي حاجه. قلنا لك سياسه، هاي القتل فيه سياسه بس. إيه خلاص اترك السياسه وخليك مسلم معتدل. بس معتدل، مسلم معتدل، ايوه انت عيني، خلاص خليك انا وانت متفقين يا ابو خالد. توكل على سيدي، على راسي، يلا الله يعطيك يا العافيه. اهلا وسهلا، دير بالك على حالك يا ابو عمو. حياك. محباتي. طيب يا رب. مولانا صقر تفضل. أسعد الله مساءكم بكل خير سيدي. اسعد الله مساك. عندي يعني مداخلة بسيطة. بالبداية أنا لست مسلما، لا سنيا ولا شيعيا ولا مسيحيا ولا يهوديا ولا أي من أطياف أو الأديان المتبعة. أنا بالأصل درزيا، إذا عندك علم بالدروز، وأكيد أنت رجل مثقف تسمع بالدروز. أنا رجل موحد لله فقط لا غير، يعني حلو. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. طيب فمداخلتي البسيطة أخي، أنا لا يعني ما جاي ناقش في أمور دين ولا جاي ناقش في أمور سني أو مسيحي أو شيعي. أنا بحب يعني بحترم كل الأطياف، كل الأديان وكل المعتقدات وأي شخص، وبعتبر أي دين في الوجود هو صلة بين العبد وخالقه فقط لا غير. يعني أنا ما فيني إجي كفرك ولا إجي والله سبك أو مثلا دينك بشيء بمعتقدك أنت مؤمن فيه، فهذا شيء بينك وبين خالقك، أنا ما إلي علاقة فيك. طيب هذا كلام إحنا كلنا بنقوله، هذا كلنا متفقين عليه. بالضبط. أنا اللي بيهمني معاملتك معي أخي الكريم. بيهمني إنسانيتك معي. حلو. لا بيهمني أنت بتعبد الصنم ولا بتعبد الحجر ولا بتعبد الخالق ولا بتعبد الشمس ولا بتعبد الضوء ولا بتعبد طيب القمر. هذا الكلام مفهوم جميل جدا، كلنا متفقين عليه. بالضبط. أنا بحترم أنا رجل أحترمك وأحترم كل الموجودين وأحترم كل المعتقدات وكل الديانات، وكل رجل أو كل امرأة بتعاملني بإنسانية بأخلاق، فصدري متاح لها واحترامي وتقديري متاح لكم جميعا. فأما الدين بينك وبين خالقك فأنا ما إلي علاقة فيك. أنت حر إذا بتآمن في وجود الله أو ما بتآمن في وجود الله، إذا بتآمن في إسلام أو بتآمن في مسيحية أو في يهودية، هذا شيء بخصك. هذا كلام في غاية الروعة أستاذ صقر، وأنا بحييك على هذا الرقي الإنساني والنفسية الجميلة والرؤية الأخلاقية الإنسانية التي لديك، وهذا هو المطلوب. أنه أنا ما يهمني أنت شو بتعبد، أنا يهمني أنت شو بتعمل معايا. صح؟ نعم أخي الكريم، نعم أخي الكريم. شكرا لك حبيبي لمشاركتك الجميلة. حبيبي أنا على فكرة متابعك على طول وبسمع كل. شكرا لك، هذا لطف منك عزيزي. فكرك أنا بحترمه جدا. شكرا لك، هذا لطف منك عزيزي. حبيبي كل المحبات. كل المحبات. أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، محبات.